بعد ما وصلنا لنص الطريق، عاوز تسيبني وتمشي يا خالد؟ طب اخويا يا خالد، اخويا لما ربنا يجي يسألنا عنه هقول له لا يا رب انا خفت فاخدت بعضه ومشيت؟ انا مش همشي يا خالد. لو انت عاوز تمشي توكل انت على الله، انما انا مش همشي. انا لازم اكمل ملون. انت كويس يا اسطى؟ يا عم خلفاوي والله انا زعلان منك بجد يا عم، والله وحشني. يعني ما ينفعش كده نقعد مع بعضينا يومين كده من غير وش. يا عم رد عليا بس، انت في حاجة حصلت معاك تاني يا ملون في مشرحة حلوان غير اللي حكيته ومخبى عليا؟ حاجة ايه يا خلفاوي؟ ومن امتى يعني يا اسطى انا بخبي عليك حاجة؟ طب يا اسطى علشان خاطري وبالله عليك، الايام الجاية دي مهما يحصل يا ملواني او الظروف تحطك انك تروح ناحية المكان ده، ارفض يا ملواني، ارفض واشتري عمرك يا صاحبي، انا خايف عليك. ظروف ايه وعمر ايه؟ ايه الموضوع الغريب اللي انت فاتحه ده يا ابني؟ ما انت عارف الموضوع ده اتقفل من زمان، واخر مرة رحت فيها هناك وانت عارف اللي حصل لي. ما هو المصيبة يا ملواني الموضوع رجع اتفتح تاني واللعنة بدأت. الإنسان ده غريب يا أخي، دايما بيبقى عارف إن الطريق الغلط طريق سهل يقدر يوصل بيه، بس لما الظروف بتحتم عليه شوية إنه يضحي بحاجة من عنده ضميره فجأة بيصحى ويفوق. والأغرب من كده إنكم عارفين كويس أوي إنكم هتموتوا هنا، وفجأة وفي نفس الثانية لقيته بيلف وشه وقام باصص لنا. رجعت فوق تاني وكل اللي على لساني واللي بقوله انت عايز مني ايه؟ انت مين يا عم انت؟ خالد في الوقت ده كان بيحاول يفوقنا بالميه وعمال بيستغفر في ربنا وكل اللي على لسانه خلفاوي فوق. فيك ايه يا ابني انت؟ بدأت في الوقت ده افوق وابص حواليا، لقيت نفسي في الشقه وخالد منيمني على الانتريه في الصاله وعمال بيتمتم في ودني بايات من القران ووشه كان اصفر من الخض عليا. بدأت اقوم واقول لخالد ده هو يا خالد هيموتنا يا خالد، مش هيسيبنا. خالد بدأ يهد فيا ويقول لي طب صلي على النبي بس واشرب شوية المية دول وفهمني مين ده اللي عايز يموتنا. رديت عليه وقلت له ادريس يا خالد، ادريس هيموتنا بقول لك. وحرفيا انا ما كنتش مالك اعصابي وقتها. بعد اكتر من 10 دقايق وانا بحاول اتمالك اعصابي هديت وبدأت احكي له من اول ما فوت هناك في المشرحة. خالد قال لي خلفاوي يستحيل يكون ده حلم، اللي انت شفته ده رؤية ومش فاهم برضو الغرض منها ايه، لان انت لما اغمى عليك انت ما اخدتش اكتر من 5 دقايق، ده غير انك قايم كمان وفاكر الاحداث كلها. فالرؤية دي فيها لغز ولازم نحله، لان يستحيل برضو تكون دي صدفة، دي رسالة اكيد ولازم نستغلها. بصيت لخالد وسألته على تليفوني وقمت من مكاني وبدأت ارن على الدكتور رشيد وحكيت له على كل اللي حصل، ورده كان مريب حرفيا. قال لي بالنص كده يا خلفاوي دي رؤية والغرض منها هو التحذير. الرؤية دي وعلى حسب كلامك ان ده اذى صايب العيلة عندكم من التاريخ اللي انت قلت عليه ده،
وبالتحديد من 1962، ووارد كمان ان يكون ده هو اللي صايب اخوك حاليا. والميعاد اللي الشخص اللي اسمه ادريس ده قال عليه اللي هو من 1/1 ل1/2 بنسبة كبيرة ليه دور في الموضوع ده، فاكيد لو دورت هتلاقي حاجة في المدة اللي هو حددها دي. وفكرة وجود الجثث او الجثة اللي هم كانوا بيتكلموا عليها بالتحديد، فيؤسفنا اقول لك يا خلفاوي ان العلامة دي بتدل على فال شر ومصايب قريبة هتمر بيها. بس كل اللي انا قلته لك ده كله كوم يا خلفاوي، وادريس اللي انت قلت لي عليه ده كوم تاني خالص. المؤكد يا خلفاوي ان ادريس ده وراه مصايب كبيرة، وفي احتمالية بنسبة 90% ان المشاكل اللي حصلت من التاريخ ده ولحد اللحظة اللي انت بتكلمني فيها دي هو كان سببها، او على الاقل كان سبب فيها. فنصيحتي ليك تدور ورا الراجل ده ودور ورا التاريخ اللي قالهولك وافهم اللي حصل فيه. رديت وقلت له كتر خيرك يا دكتور وان شاء الله خير. قال لي بس خد بالك يا خلفاوي علشان اللي انت فيه ده مش سهل خالص، والعالم اللي انت واقع معاهم دول لا انا ولا انت قدهم. الساعة وصلت ل11:30 بالليل، وبعد فترة من القعدة والتفكير مع خالد جهزنا كل حاجة محتاجينها علشان خلاص انا فهمت ان اخويا في خطر كبير، فما كانش ينفع استنى اكتر من كده، وكنت مجبر للأسف ان انزل المشرحة وابدأ ادور. من الوقت ده نزلنا وتمشينا الاول الشارع ولحد ما وصلنا للتقاطع بره. الشارع في الوقت ده كان فاضي خالص، لا عربيات ولا بني ادمين بتعدي، وفضلنا على الحال ده بتاع ربع ساعة، ولحد ما خالد قال لي يا عم انا رجلي وجعتني، تعال نروح نقعد على القهوة اللي هناك دي لحد ما يجي تاكسي او ميكروباص ونبقى نجري عليه نشاور له. ورحنا قعدنا فعلا، والقهوة ما كانش فيها ناس كتير، وفي وسط ما احنا قاعدين وبنفكر هنعمل ايه كان في 2 كبار في السن قاعدين على الترابيزه اللي جنبنا، وفيهم واحد زعق في التاني وقال له انت هتنصف في اللعبه كمان يا محمد؟ رد الشخص التاني اللي قدامه وقال له جرايه لطفي، هو فين النصب في كده؟ انت هتطلع عفاريتك علينا ولا ايه يا عم؟ القهواجي ساعتها بص لهم وضحك وقال له اهدى يا حاج لطفي وصلوا على النبي كده، دي لعبه مش مستاهله يعني. وقتها احنا بصينا بصه كده ورجعنا بصينا تاني قدامنا وما شغلناش بالنا بالموضوع خالص، لان كل اللي كان شاغل بالنا فعلا اللي هو هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده. وبعدها بثواني تقريبا لقينا تاكسي معدي، فقمنا على طول شاورنا له وركبنا، اخدنا وودانا على اول الشارع، ومره واحده وقف، ولما قلنا له اننا عاوزين ننزل قدام المشرحه قال لنا لا يا حضرات معلش انا مش هدخل المكان ده، انا اخر معاكم هنا. نزلنا واخدنا باقي الشارع مشي ولحد ما وصلنا قدام المشرحه، وقفنا كام دقيقه نطلع الكشافات من الشنط ونردد في دعاء اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. واللحظات كده خالد سكت وبدأ يسألني وقال لي فكرك يا خلفاوي يكون إدريس هو فعلا وش المصايب والحوارات دي زي ما دكتور رشيد قال؟ خالد في الوقت ده كان مد وشه ليا وظهره للمشرحة، فانا لسه هتكلم يعني وهقول له انا متاكد يا خالد ان الراجل ده وراه سر كبير. ولاحظ في الوقت ده نور خافت جاي من ناحيه المشرحه، النور ده بمجرد ما بدا يزيد اخد عيني جامد، فرميت عيني على مكان النور حرفيا كان بيرعش بشكل مستمر، وبمجرد ما رميت عيني على النور سبحان الله ثبت، ولمحت في وسط النور ده جسمين كانوا واقفين، واحد قدام والتاني كان وراه وشعره طويل. ولما بدأت ادقق جامد نور عمود من عمدان الشارع اللي كان ورانا رعش رعشه غريبه كده ونور المبنى قدامنا لثواني. وهنا ايقنت ان اللي واقف قدام ده اخويا، واللي واقف وراه هو ادريس، والسكينه محطوطه على رقبه اخويا. واللي اكد لي ده كمان لما سمعت صوت اخويا بيزعق وبينادى عليا وبيقول لي الحقني يا خلفاوي. انا اول ما شفت المنظر ده قدامي واللي عدى تقريبا في ثواني زقيت خالد على جنب ورجلي اخدتني جري لجوه، ما حسيتش بنفسي غير وانا بشغل الكشاف وطالع للدور التاني وبتشقلب حرفيا من كتر خوفي على اخويا. وصلت للدور التاني ووقفت في بدايه الطرقه اخد نفسي ومسكت كشافي وبدات اوجهه على الاوض اللي كانت بتبص على الشارع. كل اللي كان مسموع في الوقت ده هو خطوات خالد على السلم ورايا، وفضلت ماشي ولحد ما وصلت للاوضه اللي كانت في وش ما انا واقف تحت، ودخلت جوه الاوضه فعلا وما كانش فيه اي حاجه، كوم تراب وطوب متكسر، وده كان كل محتويات الاوضه. ولما خالد جه وهو بيجري قال لي في ايه يا عم خلفاوي؟ قطعت نفسي، مسكت دماغي في الوقت ده وقلت له يا خالد اخويا وادريس كانوا واقفين مكان ما انا واقف هنا. خالد رد وهو بيضحك وبيقول لي خلفاوي انت بجد لحد دلوقتي مش فاهم ولا ايه؟ انا ما بقتش فاهمه. رديت وانا متعصب وبقول له يا خالد انا شفتهم هنا، انا مش مجنون. وفي لحظه ما هو هيرد لقيت عينه بص على حاجه قدامه ومبلم فيها، وكل اللي على لسانه
بسم الله الرحمن الرحيم. انا بدأت استغرب الرياكشن والتبرئة بتاعته، فندهت له وقلت له ولا يا خالد مالك يالا مبلم ليه كده، في ايه؟ ما ردش عليا بولا كلمه، وكل اللي عمله بصلي ورجع بص على الحيطه تاني وبيشاور بصباعه. اخدت خطوات بالراحه وانا بسمي الله، ولحد ما شفت منظر قدامي كان غريب جدا. شفت على الحيطه قدامي ارقام وتحتهم على طول حاجه كده زي ما تكون ساعه مؤقته. ركزت حبتين على الارقام دي واللي بالمناسبه كانت مكتوبه بالدم، ولقيت ان دي تواريخ مش مجرد ارقام. التواريخ دي كانت في 3 مربعات، مربع كان مكتوب فيه 1 والمربع اللي على الشمال كان مكتوب فيه 1 ومربع في النص كان مكتوب فيه 18 واحد. واللي سيب ركابنا من الرعب حرفيا لما بصينا على الساعة المؤقتة اللي تحت اللي مرسومة بالدم دي وشوفناها بتتحرك قدام عينينا كل دقيقة تقريبا. وفي لحظة ما العقرب ده بيتحرك شفنا منظر قدامنا ولا في الخيال العلمي. شفنا من شباك الأوضة اللي احنا كنا فيها ان الدنيا بدأت تنور وبتنور اكتر مع مرور العقرب وحركته. وهنا استوعبنا وفهمنا ان احنا واقفين قدام مصيبة حرفيا مش مجرد حيطة. الساعة وصلت ل6:30 الصبح واحنا دلوقتي في البيت، وبعد الخضة الكبيرة اللي احنا كنا فيها في المشرحة قعدنا نهدى اعصابنا ونفهم ده ايه وبيحصل ليه. قلت لخالد وانا ساند دماغي على الانتريه، فكرك يا خالد هنوصل لحاجة؟ الموضوع بيكبر وفيه الغاز كتيره مش مفهومه واخويا في خطر. رد عليا وقال لي خلفاوي الرؤيه اللي جاتلك دي كانت من ربنا، ما كانش سببها ادريس، والعلامات اللي بتظهر دي اكيد ليها مدلول، وربنا ان شاء الله هيوصلنا للي احنا جايين علشانه، فخلي عندك يقين بالله ان كل حاجه هتتفهم وهتظهر في وقتها. قلت له خلاها على الله، انا هقوم اغير هدومي بقى واريح شويه عشان تعبان جدا. وانا في طريق للاوضه ومعدي من الطرقه سمعت صوت جاي من الاوضه اللي فيها الصندوق، فرجعت كام خطوه برجلي وفتحت كشاف الموبايل ودخلت الأوضة. الغريب ان حتى بعد ما دخلت مازال الصوت موجود، فمشيت ناحية الصوت ونزلت على الأرض وشلت الستارة من على الأرض والاقي فار هب في وشي وطلع جري لبره. بصيت للصندوق لمجرد ثواني وبحاول حتى أخمن موجود جواه ايه، ومع بصيتي اللي كانت طويلة شوية ولما حسيت ان فضولي هياخدني تاني ناحيته الخوف رجع ملكني ان اقدر افتح الصندوق ده او حتى ان اقرب منه. فلفيت جسمي ولسه هقفل الكشاف عشان اخد بعض واخرج، ومرة واحدة لقيت رجليا اتخشبت مكانها من المنظر اللي كان قدام عيني ده. في اللحظة دي انا ما حسيتش بنفسي غير وانا بنده على خالد وجسمي بيتنفض من الخضة. خالد دخل عليا وهو بيجري وبيقول لي هو فيها خلفاوي؟ قلت له بص كده على اللي قدامك ده. خالد بص على الحيطه وقام باصص لي وهو مبرق، وطلعنا جري لبره ورزعنا الباب ورانا، لان اللي كان على الحيطه في الوقت ده هي المربعات اللي جواها التواريخ وبنفس الساعه وكمان مرسومين بالدم. دخلنا الأوضة بتاعتنا وخالد قال لي شكلك كان معاك حق يا خلفاوي، الموضوع ده أكبر مننا ولازم نمشي دلوقتي. رديت وقلت له بعد ما وصلنا لنص الطريق عاوزنا نروح؟ طب أخويا يا خالد، أخويا هسيبه وهمشي واتسأل عنه قدام ربنا هقول له لا يا رب أنا خفت فسيبته ومشيت؟ بص يا عم خالد، أنت لو عايز تمشي توكل على الله، انما انا هكمل اللي بدأته، واللي مقدر ومكتوب من ربنا انا هشوفه هنا او في بلد انا هشوفه. خالد قال لي يا عم خلفاوي انا كنت بهزر معاك، انا معاك وفي ظهرك يا صاحبي لحد ما نخلص ونروح سوا. ورجع قال لي يلا بقى ننام يا اسطى علشان انت وجعت دماغي بام بي سي دراما اللي انت لسه مخلصها دي. نمنا فعلا وخالد صحي وما حسيتش بنفسي غير وخالد بيحاول يصحيني، لان على حسب كلامه كنت في حاله غريبه جدا من التشنجات او زي ما اكون بعيط وانا نايم. واول ما صحيت على طول خالد بيقول لي وهو مخضوض عليا مالك يا ابني فيك ايه؟ قلت له كنت في كابوس يا خالد، والكابوس ده ظهر لي فيه نفس الساعه او الوقت ده. مسكت الموبايل من غير ما اتناقش مع خالد في اي حاجه واتصلت بدكتور رشيد على طول، ولما رد عليا وحكيت له اللي حصل واللي احنا شفناه في الشقه رد عليا وقال لي التوقيت ده حصل فيه حدث معين بيربط ما بين المشرحه والشقه دي، والوقت اللي بيظهر معاك ده ما هو الا انذار ان الوقت بيمر لاعاده الحدث ده من تاني. بس المشكله يا خلفاوي ان برضو المعلومات بالنسبه لي مش كامله من حيث الموضوع ده،
فمش هعرف ادلك، بس دور يا خلفاوي ما تسكتش، واول ما توصل لاي حاجه كلمنا على طول ما تترددش. قفلت معاه المكالمه وانا بكلم خالد بصربعه وبقول له اجهز عشان هننزل المشرحه دلوقتي حالا، مفيش وقت. انا حاسس ان الساعه دي لها علاقه بموت اخويا، فاحنا لازم ننزل وندور عليه، او على الاقل اي خط يوصلنا بيه ونقدر نرجع بيه قبل سواد الليل. خالد قال لي ده اللي احنا فعلا لازم نعمله، وخد بالك من حته الوقت دي يا خلفاوي، لان الساعه هناك بتجري بنظام الساعات مش الدقايق والثواني زي الساعه بتاعتنا. جهزنا واخدنا بعضنا ونزلنا ورحنا على المشرحه. واحنا واقفين على بوابه المشرحه انا بصيت لخالد وقلت له احنا عاوزين ننجز في الوقت يا خالد، فانت خد مكان وانا هاخد مكان علشان نلحق ندور في اكبر كم من الاماكن في وقت قصير، وهنرجع نتقابل هنا في ساحه المشرحه. خالد رفض في البدايه وكان خايف، بس وافق في النهايه لفكره ان الوقت في المكان ده بيعدي بسرعه جدا، فما كانش فيه اي حل تاني قدامنا غير كده. دخلنا فعلا وبدانا نتفرق عن بعض، فهو اخد الدور التاني وانا بدات ادور في الدور الاول، واول حاجه بدات بيها هي الساحه بتاعه المشرحه. بدات اخد خطوات بالراحه وانا باصص على الارض اللي كان فيها مجرد طوب متكسر وتراب مال المكان، وانا بدور ومركز مع كل شبر انا معدي فيه. لمحت في زاويه كده على الشمال ورق مغطي نص التراب، معرفش ايه اللي اخدني لهناك، بس انا حسيت ان المكان ده فيه حاجه. رحت فعلا ناحيه الورق، وكان الغرض الاساسي اني ادور مكان الورق، فبسحب الورق من التراب ولفت انتباهي ان الورق ده بتاع 4 ورقات متدبسين في بعض. الفضول اخدني شويه ان ابص على الورق، ومش عشان عايز منه حاجه، لا ده علشان افهم بس الورق ده عباره عن ايه. واول حاجه عيني تقع عليها في بدايه الورق هي سجلات مشرحه حلوان، وتحتها على طول مكتوب بالبنط العريض السجلات الشهريه للموتى. الفضول اخدني اكتر واكتر ان افتح الورق ده واشوف ايه اللي جواه، ولما بدات اقلب في الورق اللي في ايدي وفتحت اول ورقه لقيت سجل الموتى من 1/1 إلى 1/2 لسنة 1962 ميلاديا، والصفحة اللي بعدها على طول من 1/2 ل1/3، والصفحة الثالثة والرابعة نفس القصة، وفي كل صفحة لا يقل عن 100 شخص، وكل شخص مكتوب جنبه تاريخ الموت والسبب في موته. وطبعا لاني كنت مستعجل وعايز انجز فرميت عيني بنظرة سريعة كده على باقي الورق، ولكن التاريخ بتاع 1/1 ل1/2 ده كان معلق في دماغي جامد. فرجعت للصفحة دي ولاحظت في نهاية الصفحة من تحت اسمين مكتوبين بالقلم الجاف، بس اللون كان باهت قوي بسبب ان الورق نفسه كان قديم. ولما رفعت الورق لفوق وبدات ادقق في الاسماء دي لقيت الاسمين دول تحديدا استاذ دكتور عزت محمد الصواف، وكان تاريخ الموت 15/1 سنه 1962، وتحته على طول استاذ دكتور عادل يوسف فرج وتاريخ الموت 31/1 سنه 1962. والغريب هنا ان الاتنين كان سبب موتهم هو الانتحار. وفي لحظه ما انا واقف في الساحه بتاعه المشرحه وبقرا الاسماء دي اسمع لك صوت صرخه جايه من الدور التاني سيبت اعصابي حرفيا. في الوقت ده طبقت الورق وحطيته في جيبي وانا بجري وبنده على خالد. طلعت الدور التاني فعلا، وقفت في بدايه الطرقه وانا برضو بنده على خالد، ولكن عزيزي النباش الصمت كان حالل على المكان كله. واللحظات بسيطه كده بدات احس ان في حاجه ورايا، واحساسي للاسف كان صح، لان اللي كان واقف ورايا في الوقت ده هو ادريس بشحمه ولحمه. بدات الف بجسمي في الوقت ده وحسيت ان لساني اتشل عن الكلام، بس هو في الوقت ده ما ادانيش فرصه اصلا للكلام، ولقيته بيقول لي محاولاتك دي محاولات عبيطه يا خلفاوي، اصل فكر معايا كده، حاجه دايما بقالها 60 سنه هتيجي انت في يوم وليله وتحلها؟ مظنش يعني. وخد بالك يا خلفاوي، لان مصيرك هيبقى زي مصير جدك وعيلتك بالظبط. انا في الوقت ده بدات اخد خطوات بالراحه جدا لورا وجسمي بيتنفض من اللي انا شايفه ده. وفي الوقت ده يا جدعان، وفي لحظه ما برجع خطوات لورا وعيني عليه خبطت في حاجه ورايا، والصدمه اللي طيرت برج من نافوخه حرفيا لما لفيت جسمي ولقيت جدي متعلق من رقبته في حبل المشنقه ومتعلق في السقف. في سواد عامم على المكان اللي انا كنت فيه قمت وبدأت افتح عينيا، وفي لحظات انا مش فاهم انا فين ولا بعمل ايه،
قمت وبدأت استوعب اني فوق سطح حاجة تقريبا، بس دماغي ما كانتش مجمعة خالص انا فين برضه. بدأت الف حواليا واحاول اعرف انا فين، ولثواني كده ببص على الشارع تحت لقيت اني لسه في المشرحة، ولكن ما عنديش اي علم انا جيت هنا ازاي ولا حتى خالد راح فين. اخدت خطوات وانا بدور على الفتحات اللي اقدر انزل منها، ونزلت فعلا وانا بندع على خالد. حرفيا انا ما كنتش شايف اي حاجة قدامي بسبب العتمة اللي كانت مالية المكان. حاولت ان ادور على موبايلي ان افتح الكشاف او حتى ان ادور على الكشاف التاني اللي كان معايا في شنطتي، ولكن للاسف ما لقيتش الشنطة ولا حتى كنت لاقي موبايلي. فاضطريت ان امشي على خفيف كده على نور القمر لحد ما اخرج بره المشرحة. بدأت انزل خطوات هادية ولحد ما سمعت اصوات ناس كتيرة جاية من تحت، مش اصوات مرعبة او اصوات اشباح وعفاريت والكلام ده، لا ده اصوات بني ادمين وكانت طبيعية جدا. ولما وقفت لثواني افهم ايه الاصوات دي، سمعت من ضمنهم صوت واحدة، بس دي كانت غريبة قوي بالنسبة لي. ايه اللي هيجيب بنت في وقت زي ده وفي مكان زي ده برضه؟ فبدأت اخطي وانزل واحدة واحدة ولحد ما سمعت صوت مش غريب على ودني، لا ثواني كده، ده صوت ملواني. بدأت اسرع في خطواتي وانا ساند على الحيطان ولحد ما وصلت عند بوابة المشرحة، وشفت 2 واقفين عند المدخل، منهم واحد انا معرفوش والتاني كان ابو الحسن. سمعتهم في الوقت ده وهم بيزعقوا مع بعض انهم ازاي يسيبوا ملواني يدخل المكان ده لوحده ومع شيماء الصواف دي اللي هم اصلا ما يعرفولهاش لا اصل ولا فصل. انا سمعت الكلمتين دول من هنا وطلعت جري على الدور التاني، بحاول وانا بدور ان انده على ملواني، بس حاسس حرفيا ان في حد ماسك لساني عن الكلام ومش قادر اطلع ولا حرف من بقي. وانا بدور لمحت وقتها ملواني في اخر الطرقه اللي بتودع السلم الناحيه التانيه. جريت عليه ولسه بقرب وبحاول اقول له انا هنا يا ملواني ويلا نخرج بسرعه، وبمجرد ما قربت ولسه هحط ايدي على كتفه فكره اني مش عارفه اتكلم، لقيت ملواني اتخض ونزل جري لتحت. ما حسيتش بنفسي وقتها حرفيا غير وانا نازل وبجري وراه، لقيته طلع جري لبره وكان معاه ابو الحسن والشخص التاني ده. فطلعت بره ووقفت معاهم وحسيت انهم مش حاسين اصلا بوجودي، فقربت ووقفت قدام ملواني ما لقيتش منه اي رد فعل، ده زي ما كنت هوا واقف في وسطهم. ولقيت ملواني في الوقت ده بيتكلم وهو مخضوض وبيقول لابو الحسن والشخص التاني اللي اسمه منير ده طلع محمود الصواف كان ميت فعلا في التاريخ ده. ساعتها ابو الحسن وبدون اي مقدمات قال لهم هي شيماء راحت فين؟ في الوقت ده بدأوا يجروا تاني من قدامي ودخلوا تاني المشرحة، ولما دخلت تاني وراهم شفت واحدة قدامي شكلها بشع جدا، كانت واقفة في ساحة المشرحة ومرفوعة عن الأرض. واللي أخد انتباهي أكتر هو الصوت اللي كانت بتزعق بيه والأصوات الكتيرة المتداخلة ببعض. والثواني كده وأنا مركز معاها وهي بتترفع بدأ الأصوات تزيد بشكل مش طبيعي، فبدأت أحط إيدي على وداني ولحد ما لقيت حد بيحط إيده على كتفي من ورا.